والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبد الله السهولي من قناة فريلانس سكول. ان شاء الله النهارده هتكلم معاكم على موقع فريبك وازاي تكسب منه، وهوريكم في اخر الفيديو ان شاء الله ارباحي من الموقع. فيلا بينا نشوف الدنيا، يلا بينا. اول حاجة هتكلم معاكم فيها على موقع فريبك. موقع فريبك يا شباب ده موقع عبارة عن بنك من الصور والتصاميم، تصاميم مفتوحة المصدر. ممكن تربح من موقع فريبك لو انت رفعت عليه تصاميم. يعني لو انت مميز في الفوتوشوب، الستريتور، لو انت مصور تمام، ممكن تكسب من الموقع ده. بمعنى انك تعمل تصميم جرافيك تمام، وتعمله ابلود على الموقع او تحمله على الموقع، واي حد يحمل التصميم بتاعك المفروض بتاخد نسبة قد ايه؟ 10 سنت. النسبة قليلة جدا. احنا ان شاء الله هنعمل سلسلة كاملة على الموقع، ازاي اعمل تصاميم، وازاي ارفع التصاميم دي على الموقع تمام، وازاي اتابع الداشبورد بتاعتي، وازاي ابلود الاي دي بتاعي واوثق الحساب بتاعي. فان شاء الله هنعرف كل حاجة مع بعض. قبل اي حاجة هقول لكم النيتش اللي انا كنت بدأت فيها، او المحتوى اللي انا بدأت فيه ده. في شهر واحد اللي فات رفعت محتوى تعليمي على الموقع، كان خاص بالصور والالفابت اللي هو الحروف الهجائية يعني. وصممت فيه كام كاركتر كده، كام شخصية، ودمجتهم في الحروف الهجائية. وقلت مثلا A يعني أنت، B يعني بول، وهكذا. فالتصاميم دي بعد ما رفعتها واتقبلت في الموقع ما شفتش فيها يعني داونلودز كتير او تحميلات كتير. شفت فيها حوالي، يعني حتى الان ما صورت الفيديو ده كان 20 داونلود فقط. فلو انت فاكر ان هتخش على موقع فريبك وترفع عليه تصاميم وهتاخد دولارات وملايين، فانت غلطان. الموضوع محتاج صبر ومحتاج جهد منك، انك هتضيع وقت مقابل حاجة انت بتحبها، ومقابل محاولات كتير قدام هتجيب لك فلوس كويسة. انما اول ما تبدأ وانت عامل توقعات عالية جدا انك هتكسب الموقع ده، فانت معلش ما تكملش الفيديو، مش هتخش الموقع هتلاقي الناس مستنية تصاميمك وتحملها على طول. لا، انت محتاج جهد وتعب وسهر، وقدام ان شاء الله ربنا يكرمك. في ناس مصريين ما شاء الله عملوا ملايين من الموقع ده، وفي ناس كتير ما ربنا ما وفقهمش في الموقع. فانت مادام بتحب الحاجة دي استمر فيها وارفع. ما بتحبهاش وعاملها عشان فلوس فقط، فمعلش اقفل الفيديو دلوقتي وشوف فيديو تاني يعرفك حاجة ممكن تكسب منها بسرعة، مع ان مش هتلاقي حاجة ممكن تكسب منها بسرعة. ليه؟ الموضوع محتاج دايما تعب وجهد، مفيش حاجة بالسهل. فبص يا سيدي، انا هوريك التصاميم اللي انا رفعتها على الموقع، وهوريك الناس اللي كسبت في الموقع ده. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هعرفكم من A to Z انك تعمل تصميم ازاي وترفعه على الموقع. فيلا بينا نشوف الناس اللي كسبت والداشبورد بتاعتي والتصاميم بتاعتي اللي انا رفعتها على الموقع. الداشبورد اللي هي خاصة بالفلوس والحاجات اللي انا كسبتها من الموقع يعني. فيلا بينا. هندخل على جوجل كروم ونكتب فريبك. بعد كده احنا دخلنا على الموقع بتاع موقع فريبك. هنخش على حاجة اسمها سيل كونتنت ونعمل لوجين. طبعا انت عامل حساب فيها، تكون عامل حساب فيها طريقة سهلة طبعا بالايميل، وبتأكد بالايميل بتاعك اكنك بتعمل حساب فيسبوك تمام، وبتعمل لوجين. او تسجيل دخول يعني. ودي الداشبورد بتاعتي، المفروض هنا هعمل اي دي، يعني المفروض هوثق الحساب بتاعنا، لسه موثقتهوش، المفروض هوثقه الفترة اللي جاية. بس تقريبا كده محتاج باسبور يعني، عشان الاي دي بتاع البطاقة مش نافع. طيب دي ارباحي على موقع فريبك. المفروض اتحمل 12 داونلود، عملت تحميل ب 12 داونلود. خدت منهم 0.59 يورو. فطبعا يعني يعتبر 60 سنت كده او 60 قرش من اليورو. معرفش بصراحة
القرشات اللي في اليورو اسمها ايه يعني بصراحة. المهم الحاجات اللي رفعتها يا شباب اوريها لكم كده، نخش عليها ممكن. دي الحاجات اللي انا رفعتها على الموقع، دي الحاجات اللي انا رفعتها على الموقع. المفروض انا رفعت 41 اسيتس، يعني 41 اصل يعني. تمام. في 2 فولور متابعيني، وفي 20 داونلود حصل. ال20 داونلود دول ما تحدثوش لسه في الداشبورد. ومفروض في تصاميم انا رفعتها 10 تصاميم جداد لسه ما تحدثوش هنا في الصفحة، المفروض بياخدوا وقت شوية. فدي التصاميم اللي انا رفعتها كانت تصاميم تعليمية، عبارة عن كروت تعليمية. تمام. وهسيب لكم الرابط بتاع التصاميم دي لو حد حابب يحمل التصاميم. فدي ان شاء الله انا هغير النيتش دي ان شاء الله واخليها عبارة عن ورق رسمي وبزنس كارد وحاجات برينتد ممكن تطبع. طيب دلوقتي دي التصاميم اللي انت رفعتها يا عبد الله، ولكن محققتلكش الربح اللي انت عايزه. الربح اللي انا عايزه حتى الان 12 داونلود، طبعا لسه متحدثتش دي، خدت منها يعتبر نص يورو. فمبلغ قليل صح؟ ايوه صح طبعا. المواقع اللي زي دي محتاجة نفس طويل زي اليوتيوب. لو انت عايز تعمل قناة على اليوتيوب محتاجة نفس طويل، كذلك المواقع دي محتاجة نفس طويل، ومحتاجة انك تكون حابب المجال ده وحابب انك تعمل تصاميم وترفعها. فدي للناس اللي حابة. وهوريكم دلوقتي طبعا الناس ما شاء الله اللي صبرت وكسبت. لو هنكتب مثلا بيزنس كارد، مثلا بيزنس كارد اهو، هوريك يا سيدي ناس ما شاء الله دخلت على الموقع وكسبت. يعني مثلا نخش على ده وندخل، ده فري بيك ده ملناش دعوة بيه. دي ناس على الموقع كانت بتحمل او بترفع تصاميم، تصاميم برينتد اللي هي بتطبع. فما شاء الله يعني. هوريكم مثلا واحد اسمه سلامة او محمد سلامة، انا تواصلت معاه شخصيا. الراجل ده من مصر. ما شاء الله اللهم بارك ربنا يزيده. هنا في 12 مليون داونلود حصل عنده من فقط 1900 اصل، 1900 تصميم بس، وعنده 8000 فولور. فاللهم بارك ربنا يزيده يا رب. عنده ما شاء الله كمية تحميلات كويسة جدا. فدي حاجة مشجعة انك تبدأ، واحد من مصر. تمام. عنده 24 مليون تحميلة من 37 ألف تصميم. وده نشوف عنده كام. ده عنده 875 أصل وتحمل منهم 188 ألف داونلود، ده من هند. فبصراحة الموقع حلو جدا ومشجع جدا ومحتاج صبر، محتاج صبر. زي ما قلت لك الدنيا مش سهلة وبسيطة. لا، مش اول ما ترفع التصميم بتاعك الناس هتتهافت وتحمل التصميم. لا، ده محتاج مجهود وتعب وسهر وسنين عبال ما توصل. فيا رب اكون فدتكم ان شاء الله. الفيديو اللي جاي زي ما قلت لكم هنعرف نعمل تصميم من A to Z، والفيديو اللي بعده هنرفعه على الموقع. فما تنسوش طبعا اللايك والسبسكرايب للقناة وتدعمونا كده. واي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات، وانا مبسوط جدا معاكم. يلا السلام عليكم.